اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من سلفني ضحكتك. وحياة المجات اللي في ايدي، البرطمانات اللي ورايا، لا ضحكوا للركب. يلا بينا على الفيديو ده. سلفني ضحكتك. مش اكرم صح كان هيقرا فاتحه؟ ده بجد؟ لا كان الموضوع ما كملش. كنا قاعدين شله صحاب كبيره قوي، فجاء واحد هو صاحب حد من اللي قاعدين. الولد ده كان اسمه رامي. فبعديها بفتره كنت قاعد مع ناس تانية، فلقيت رامي ده راح معدي، فلقيته هو جاي يسلم عليا، قال لي يا اكرم عامل ايه اخبارك ايه؟ فانا قلت له انت مين؟ معلش مش شايفك، انا طه حسين دلوقتي. انا مين انت؟ قال لي يا عم انا رامي. فقلت له يا عم تعالى اقعد معانا. طيب قال لي لا والله انا امي واختي قاعدين هنا فمش هعرف يعني، بس هتتعوض يعني. فبعديها بشويه كنت عايز اخش الحمام، فاخدت بعضي وانا داخل الحمام شفت بنت، لقيت انا والبنت عملنا واحد اي كونتاكت من اللي هو بيتشاف في الافلام والمسلسلات. بس انا يعني ايه، قلبت الموضوع بسرعه لان انا عايز اخش افضي خزنه دلوقتي. انا خرجت من الحمام وانا راجع ركزت بقى في تفاصيل البنت، لقيت لك بنت من اللي هو انت بتشوفهم تفضل عامل كده، ما فيهاش غلطه. بس ابص لك على شمالها لقيت لك رامي قاعد معاها اصلا. فانا اول ما شفت رامي رحت رايح مسلم عليه، اللي هو شيخ حسن، اللي هو عامل ايه يا شيخ بلال؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه يا حبيب قلبي؟ بس كل ده مش عشانه هو، عشان البنت اللي قاعده ديت. بس بعديها افتكرت ان هو قال لي دي اختي. فبعديها بفتره اتجمعت مع اول شله كنت قاعد معاها، فلقيت لك رامي ده جاي. فانا رحت باصص له وافتكرت الحوار ان هو كان قايل لي دي اخته. فقلت لا يعني انا مش من طبعي ان انا امشي عوج بقى وان انا اكلم واحده هي اخت صاحبي مش حتتي ديت. عايز حاجه خدها في الدغري، ده الصح في العموم وتربينا عليه، اللي هو انت عايز بنت خدها في الحلال. فهوب حصلت عركه في المكان، فلقيت لك رامي ده راح جرى وبعلو صوته يا جدعان خلاص صلوا على النبي. فالناس بدات تهدى، فرحت اخد رامي من العركه بعد ما خلصت ورحت رايح قاعد جنبه. انا كنت قاعد بقى بعيد عنه خالص. قلت له يا عم معلش لو انا ضايقتك في حوار ان انا جيت سلمت عليك وانت قاعد انت ومامتك واختك، بس انا كنت بهزر يعني وبرخم عليك. قال لي لا يا عم عادي ولا يهمك. قلت له يا عم ربنا يخلي لك مامتك واختك وعيالها، انا بقى عايز اعرف هي متجوزه ولا لا. قال لي لا يا عم انا اختي مش متجوزه. قلت له طب هي ربنا يخلي لها خطيبها؟ قال لي يا عم لا هي مش مخطوبه. فقلت له يعني هي ولا مخلفه ولا متجوزه ولا مخطوبه ولا اي حاجه؟ قال لي لا يا عم. قلت له طب الحمد لله يعني. فبدات ان انا عايز افتحه في الموضوع بس مش عارف اجيبها له ازاي. انت فاهم قصدي؟ اللي هو تخيل كده انا اجي اقول لك انا عايز اتجوز اختك، انت ايه رد فعلك؟ فاهم؟ هي في الحلال عادي بس هي الكلمه مش حلوه. شبه كده لما جوز اختك يقول لك انا مع اختك مثلا. مش حلوه والله. فعايز اخد رقمه، يعني ممكن الاقي له ستوري بتاع. فرحت قايل له بقول لك ايه يا رامي، ما تاخد رقمي معلش اتصل بيا عشان انا مش لاقي موبايلي. ورحت اخد موبايلي حطه تحت في خدي بالظبط. فهو الولا راح اخد رقمي وبتاعه واتصل بيا، الموبايل راح رن تحت في خدي. قلت له يوه ده تحت في خدي اهو. معلش انا مش هاخد بالي خالص، انا بجد مش شكرا يا رامي، وده رقمك هسجله بقى خلاص. فبدات ان انا اكلمه وانزل ستوريهات بقى واكتب ويز ماي فيفورت بيرسون، اللي هو رامي الفيفورت بيرسون. تخيل رامي يبقى مثلا انا هو بنتكلم على الواتساب فهو قال حاجه عاديه اخدها سكرين واكتب اخويا حبيبي اللي بيضحكني. اللي هو انا بحاول ابين قد ايه انا بعزه. لغايه لما جينا في يوم فقاعدين انا وهو وبتاع، فرحت متصور انا وهو وقلت له انا هنزل الصوره دي ابو نسب. فهو قال لي يعني ايه ابو نسب؟ قلت له يا عم ابو نسب عادي يعني، احنا مش اخوات؟ انا وانت اخوات صح؟ يعني انا لو جبت عيال انت هتبقى بالنسبه لهم ايه؟ قال لي اه صح هبقى عمهم. قلت له لا هتبقى خالهم. فلقيته راح باصص لي كده اللي هو ما فهمش. فجيت اكلمه في يوم ايه يا رامي عامل ايه يا حبيب اخوك، عامل ايه يا شقي، ايه الكلام مش هننزل؟ قال لي لا والله مش هقدر عشان انا اختي تعبانه. قلت له يا عم الف سلامه عليها، طب انت محتاج اي حاجه؟ طب معانا. قال لي لا ما تقلقش. فلقيته راح منزل ستوري على الواتساب ربنا يشفيك يا ميرنا يا اختي. فده ايه ده كمان اسمها ميرنا؟ ايه الحلاوه دي؟ انا ما كنتش اعرف اصلا ان اسمها ميرنا. فجينا في مره واحنا قاعدين فانا قايم عشان احاسب، فرحت راميها له كده. قلت له بقول لك ايه يا صاحبي انا بقى بحاسب بقالي فتره. قلت له يا صاحبي ان كنتوا اخوات ايه؟ قال لي تحاسبوا. قلت له لا يا صاحبي تناسبوا. مش تحاسبوا خالص على فكره. انا كل ده ما عنديش قلب ان انا اقول له انا عايز اقرا فتحه اختك، انا عايزها في الحلال، لان انا خايف يفهمني غلط. فرحت مكلمه تاني يوم قلت له بقول لك يا رامي انا عازمك على اكله سمك في الطرش منه. ونزلنا ورحت عازمه في افخم مكان في اسكندريه بيعمل اكل بحر. فقعدنا المنيو نزل. قلت له لا ارمي المنيو، عايز تاكل ايه يا رامي؟ استاكوزا؟ جيب له استاكوزا. جمبري؟ جيب له جمبري. سلطه؟ هو بيحب السلطه جيب له سلطه. جيب له سمك من غير شوك، انا اكلني انا الشوك. المهم ان رامي يبقى مبسوط. ويعني ببص له وبفكر ان انا فاتحه في الموضوع. فبدات ان انا لسه هقول له بقول لك يا رامي انا عايز اختك في الحلال وبتاع. قال لي اكرم احنا بقينا صحاب قريبين قوي، وبمناسبه ان احنا صحاب قوي فانا عايزك تتعرف على العيله بتاعتي. قلت له يا نهار ده ليا الشرف ده، انا نفسي. لا انا نفسي
نفسي ان انا ناسب العيله، بس ده كلام داخلي. قال لي خلاص يا عم بيبقى انا هعرفك على اهلي ان شاء الله بكره، هم هتلاقيهم كلهم متجمعين في نص اكليل بالتعمي. من 3 سنين مثلا كنت شغال مندوب، اتصل بيا قالوا لي حضرتك في الاوردر هتوصله كذا، فلمين؟ للانسه كذا، وطبعا مش هينفع اقول اسمها، كان اسمها اشجان. فرحت متصل قلت لها السلام عليكم حضرتك الانسه اشجان، فانا سمعت الصوت ده بالظبط الو. رحت قايل له حضرتك انا بتصل بخصوص الاوردر، فايه لا هي مش حضرتك هي حضرتك. حضرتك انا تحت البيت وبتاع، قالت لي طيب طلع لي الدور السابع. انا لغايه دلوقتي بقول ده اخوها. عارف انت دينا الرقاصه، عارف صوتها عامل ازاي؟ طالع في الاسانسير، مين راكب معايا؟ ناس. انا طالع فهم سالوني، انا قلت بس دول من اتحاد العماره والناس اللي بتسال يعني انت رايح فين وجاي. حضرتك انا طالع الدور السابع. قلت طالع لمين؟ قلت له طالع للانسه اشجان. فلقيتهم راحوا ضاحكين وراحوا ايه موشوشين بعض. قلت لها هو جاب اللي عليك كيس؟ فانا ايه اللي عليك كيس يعني؟ انا مش فاهم يعني ايه كيس. فهي راحت لها طب بقول لك ايه، هو جاب اللي عليه الهارت ولا هي ناس تقوله له؟ فانا كيس. وصلنا الدور السابع، هنا انا عرفت ان هم اصحاب الانسه اشجان، هم مخبطين قالوا لي الانسه اشجان هنا ايه وهنادي لك عليها. فتلاقي بنتي اشجان بتاع الكلوتات جه. فانا يعني هو ان شاء الله مش انا بتاع الكلوتات اكيد، يعني اكيد قصدها على حد تاني، قصدها على صاحبتها بيهزر. عارف انت مثلا لما تقول لي عامل ايه فاقول لك واشتم بامك، فاكيد تشتيمه يعني. فالمهم راحت الانسه اشجان قالت لها ايوه هو جه بسرعه قوي كده. فالانسه اشجان راحت قايله لامها يا مامي بتاع الامبراط واقف بره. انا مش رامي ودني، بس هم صوتهم عالي قوي. قالت لها طيب هو بكام يا حبيبتي؟ قالت لها ب 3000 جنيه. وبيتعاركوا بقى ويا مامي بتاع يا مامي الاندرات ما اعرفش ايه، والكيس بتاع ما اعرفش ايه، والهارت بتاع ما اعرفش ايه، وقلوبه. فانا اندرات ايه دي اللي عليها كيس؟ ومين المغفل اللي هيجيب اندرات ويبقى عارف ان هو شايل اندرات عليها؟ والله انا بقى ما اعرفش. على دخلت 2 ابوها واخوها. فابوها راح باصص لي قال لي انت مين؟ قلت له حضرتك انا بتاع في اوردر الانسه اشجان طالباه. فقال لي طيب ماشي. في خناقه بقى والدنيا. هو دخل بيقول لها في ايه؟ قالت له بنتك طالبه اندرات ب 3000 جنيه. بقول لها ليه ب 3000 جنيه؟ هتحطيه على راسك وهتبخري بيه الشقه. والموضوع بقى كبير. وكان في واحد نازل اصلا بص لي سمع بقى ان هو يعني اللي واقف بره ده بتاع اندرات على نزله. يعني اقول له لا مش انا، ده كان واحد بس قبليه يعني. فحضرتك انا بتاع بيتزا مش بتاع. فالمهم راح الراجل قال لها بقول لك خدي 3500 جنيه حبيبه بابي وخليه يجيب لي اللباس ايه ب 500 جنيه حضرتك هتعتكف بيه في البيت. انتوا فلوس ايه يا جدعان اللي بتضيعوها على اللبس؟ اقسم بالله انا معايا بوكسر من كوتونيل لما اموت احطه في برواز. وانا عندي فضول خلاص بقى انا هفتح الاوردر ده اعرف فيه ايه. جاي افتح الاوردر راح ابوها طلع قال لي بكام اللبسه اللي معاك؟ قلت له حضرتك لبست ايه؟ قال لي مش انت بتاع الكلوتات اللي عامل خناقه جوه دي؟ ما تقوليش يعني حتى لو انا بتاع كلوتات ما تقوليش ان انا بتاع كلوتات. فالمهم سلمت الاوردر ونزلت لقيت رقم بيتصل بيا الو. قلت بس الانسه اشجان. بس عملت نفسي عبيط. الو حضرتك مين معايا؟ قالت لي انا الانسه اشجان اللي كنت طالبه كلوتات. قلت لها ايوه يا فندم ايه المطلوب دلوقتي؟ قالت لي حضرتك انا كنت طالبه واحد عليه كيس وواحد عليه هارت، جالي الاثنين عليهم كيس. قلت لها ايوه اعمل ايه يا اكيد مش انا اللي لابسه يعني. قالت لي لا انت ترجع لي الاوردرات وبتاع وانا عايزه واحد عليه كيس وعليه هارت. قلت لها يعني ايه كيس وعليه هارت؟ اتخانقوا يا ستي شيلي الهارت وحطي عليه كيس، وشيلي الكيس وحطي هارت. قلت لها بقول لك ايه حلي مشاكلك بعيد عني، انا مش شغال الشغله دي تاني. عدى 2 3 ولقيت اوردر جاي لي في نفس المكان في نفس العماره. فبص لقيته نفس العنوان الدور السابع، يعني اكيد مش الانسه اشجان بقى المره دي. فرحت طالع على البوابه فقالت لي ايوه يا بيه. قلت لها يا ست مش بيه كلك ذوق والله. انت طالع فين؟ قلت لها انا طالع الدور السابع. قالت لي الانسه اشجان؟ فقلت لها مش عارف هو مفيش غيرها ساكنه في العماره؟ قالت لي لا. قالت طيب هي كانت مديه خبر ان بتاع الكلوتات يطلع على طول.